تعرف يا صديقي ان في 7 حاجات لو اتعلمتهم من دلوقتي قبل ما 2025 دي تخلص هتبقى معاك شغل ومعاك فلوس. وعشان كده يا صديقي انا محتاج منك النهارده تركز معايا كويس في حلقه النهارده، لان هتكلم معاك النهارده عن كلام مهم جدا، وهتكلم معاك عن 7 مهارات هم النهارده اللي بيقدروا يجيبوا فلوس لاي حد عايز يكسب فلوس. والحلو في حلقه النهارده ان لو ما نفعتكش واحده هتنفعك الثانيه، هتنفعك الثالثه، هتنفعك السابعه. فكمل معايا الحلقه واسمعها جزء بجزء عشان تقدر تستفيد. ولو عايز بقى تعرف اكتر يبقى دلوقتي تصلي على النبي وتتابع الحلقه دي للنهايه. انا طارق صادق وانت منورني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم فيديو جديد. معاكم طارق صادق. بفكركم ان احنا في القناة بنقدم لك محتوى مفيد بشكل بسيط وخالي من كل الكلاكيع، فما تبخلش عليا باللايك الحلو بتاعك وكمان السبسكرايب. وعلى طول بقى من غير ما نضيع وقت كتير تعال نتكلم عن اول مهارة من ال7 مهارات. وعارف ان يمكن فيهم حاجات تبقى مألوفة عليك، بس اسمعني كويس لان في حاجات ممكن تبقى اول مرة تسمعها، وفي حاجات هنقول عنها تفاصيل ممكن تكون جديدة عليك. اول مهارة معانا واللي لازم نبدأ بيها على طول طبعا في الزمن اللي احنا عايشينه ده هو الذكاء الاصطناعي. وخلي بالك انا مش جاي اكلمك انك لازم دلوقتي تتعلم ذكاء اصطناعي وتشتغل بيه، انا جاي اكلمك في حاجة اسهل من كده بكتير، وهي ان انت تستغل الذكاء الاصطناعي اللي موجود بالفعل انك تكسب منه فلوس. مش مطلوب منك تتعلمه هو. يعني ايه يا طارق الكلام ده؟ انا مش فاهم منك حاجه. يعني النهارده صديقي في وظائف كتير الذكاء الاصطناعي قدر يحل محلها وانت عارف الكلام ده، فليه بقى ما تبداش انت تستغل الذكاء الاصطناعي ده انك تبدا انت اللي تحل مكان الوظائف دي؟ تعال ابسطها لك كمان شويه. انت النهارده عايز تدخل مجال كتابه المحتوى وانت ما بتعرفش تكتب كلمتين على بعض، يبقى ممكن تستخدم حاجه زي شات جي بي تي في كتابه المحتوى او تعلمك ازاي تكتب محتوى. انا النهارده عايز اصمم صور احترافيه ويبقى فيها جرافيك عالي، تقدر تستعين بحاجه زي ميد جيرني. انا عايز حاجه تعمل تحليل للفيديوهات بشكل احترافي، تقدر تستخدم رانواي. ومواقع كتير وتطبيقات كتير للذكاء الاصطناعي النهارده صديقي تقدر تخليك تعمل حاجات كتير جدا ما كنتش تتخيل انك تقدر تعملها. والحاجات دي كلها مش ببلاش، الحاجات دي كلها تقدر تكسب عليها فلوس. يعني الصور المصغره اللي انت بتشوفها دلوقتي على القناه في واحد بيعملها لي، والشخص ده انا عارف ان اغلب الشغل اللي بيعمله في الصوره دي ذكاء اصطناعي، سواء الاشخاص اللي بتظهر في الصوره او الكلام او الحاجات دي داخل فيها ذكاء اصطناعي بنسبه كبيره. لكن لانه قادر يوظف الحاجات دي بشكل صح، قادر ان هو يتعامل معايا وياخد فلوس مقابل الصور دي. وانت كذلك تقدر تعمل كده، تقدر تصمم صور، تصمم فيديوهات، تكتب نصوص، تعمل حاجات كتير بادوات الذكاء الاصطناعي اللي بقت منتشره حوالينا وبنسبه كبيره بشكل مجاني. لو عايزين حلقه كامله عن الذكاء الاصطناعي والادوات اللي ممكن تستخدمها وتكسب منها فلوس، اكتب لي تحت في التعليقات كلمه ذكاء اصطناعي، ولو لقيت اقبال كبير جدا في التعليقات هعملها لكم قريب. تاني مهاره معانا يا صديقي هي تحليل البيانات. الشركات دلوقتي يا صديقي محتاجه ناس بتفهم في تحليل البيانات، يعني هتاخد شويه ارقام ونسب وتحليلات كده تشوفها، بعد كده تطلع لي قرارات تعملها الشركه عن طريق فهم معين انت عارفه بتتعامل فيه مع الارقام اللي انت بتشوفها دي. وعشان كده تحليل البيانات بقى واحد من اكتر الحاجات المطلوبه في سوق العمل النهارده. قرات احصائيه من كام يوم بتقول لك ان الفلوس اللي بتصرف في سوق تحليل البيانات النهارده وصلت ل 274 مليار دولار. فانت اكيد مش محتاج 274 مليار دولار، انت محتاج 5 6000 10000 جنيه مرتبك. فالسوق ده بيتصرف فيه اكتر من كده بكتير. فالنهارده لو بدات تتعلم تحليل بيانات تقدر في نهايه السنه دي او قبل نهايه السنه دي تبدا فيه شغل وتكسب اول مرتب ليك من السوق الضخم اللي تكاليفه عاليه ده. وعندك ادوات تساعدك زي جوجل داتا ستوديو مثلا وحاجات تانية كتير. وكالعاده لو عايز تفاصيل اكتر عن تحليل البيانات وحلقه مخصوصه عنه اكتب لي تحت في التعليقات عشان تبقى فاهم. انا النهارده هديك 7 مهارات مش هقدر اتعمق فيهم قوي عشان وقت الحلقه، فانت اي مهاره فيهم تعجبك من نفسك كده انزل اكتب لي اسمها تحت في التعليقات، والحاجات اللي هلاقي عليها اقبال هبدا اعمل عنها حلقات منفرده نتكلم فيها في تفاصيل اكتر. بس قبل ما نعمل كل ده بقى، هل انت دلوقتي نزلت عملت لايك وعملت سبسكرايب؟ طب مش عيب عليك اكون هفيدك وانت مستخسر فيها حته لايك وسبسكرايب ببلاش؟ وفعل زرار الجرس عشان الجديد دايما مفيد. ولو كملت الحلقه لغايه هنا انزل اكتب لي تحت في التعليقات رقم 54، لان دي كلمه السر اللي هتعرفني مين صحابنا اللي كملوا الحلقه لغايه الجزء ده ومصحصحين كده معايا. بعد كده صديقي تالت حاجه معانا هي مجال صناعه المحتوى اللي انا بكلمك عنه بفتره انك لازم تدخله بقوه. وعشان كده عملت لك حلقه من قريب ليه لازم تدخل مجال صناعه المحتوى في 2025. كفايه بس اقول لك يا صديقي ان كتير من الشركات النهارده بتستخدم 86% من الفلوس بتاعتها في ان هي تسوق لنفسها عن طريق صناعه المحتوى. يعني تروح لصانع المحتوى وتبدا تديله فلوس مقابل ان هو يعمل لها اعلانات وتسويق للشركه بتاعته. ده غير ان صناعه المحتوى زي ما انت عارف ممكن تكسب فلوس من صناعه الفيديوهات نفسها بدون اي اعلانات. فالمجال ده واسع وبيستمر في التوسع، وفلوسه يا صديقي كويسه جدا، بالذات ان هي بتقدر تدخل لك كمان دولار، يعني عمله صعبه. يعني في ظل تغير العملات والازمه اللي بتحصل دي فرق العمله ده هيكون في مصلحتك بشكل كبير جدا. ده غير ان الدنيا دلوقتي بقت اسهل بكتير. عايز تعمل مونتاج على الموبايل بتاعك عندك كاب كات، عايز تعمل على اللابتوب عندك دافينشي وبريمير، عايز تصور بشكل كويس عندك اوبن كاميرا، عايز حد يكتب لك سكريبتات عشان الفيديوهات
بتاعتك عندك شات جي بي تي. حتى تنقيه الصوت لو مش معاك ميكروفون كويس، معاك دلوقتي حاجات زي ادوبي بودكاست وحاجات تانية بتقدر تنقي جوده الصوت اللي طالعه لك. فانت النهارده يا صديقي مالكش حجه، كل حاجه النهارده اتظبطت واتسهلت وبقى في ادوات كتير تساعدك على صناعه المحتوى. مستني ايه؟ رابع حاجه معانا صديقي هي التجاره الالكترونيه، البيع الاونلاين يا صديقي. اعتقد بقى في كل مكان، واغلب الناس دلوقتي بتطلب الاوردرات بتاعتها اونلاين ومن عن طريق صفحات او مواقع. فانت لو دخلت مجال زي ده، السوق بتاعه واسع جدا واي حد يقدر يدخل فيه وينافس ويبيع ويبقى له جزء من المبيعات والريفينيو بتاعه. وفي مواقع كتير يا صديقي تقدر تدخل عليها وتقدر تبيع المنتجات بتاعتك زي شوبيفاي مثلا، او ممكن تعمل انت الستور الخاصه بيك على الانستجرام مثلا ولا على اليوتيوب ولا اي حاجه، وتبدا تسوق وتبيع لنفسك عن طريقها. مجال زي ده برضو محتاج انك تنتبه ليه وتبص عليه بصه. خامس مهاره معانا ما ينفعش ابدا نتكلم في حلقه النهارده عن اهم مهارات تشغلك وما نتكلمش عنها، وهي البرمجه. طبعا حاجه تعلمها عشان نكون متفقين مش سهل، لكن برضو لو اتعلمتها فلوسها برضو مش قليله وتستاهل كل التعب اللي انت تتعبه فيها. والحلو يا صديقي ان البرمجه مش بس للمهندسين. انت عندك مثلا واحد من عمالقه تعليم البرمجه في مصر والقناه بتاعته جايبه يعني ارقام مهوله، هو اسامه الزيرو. مع حفظ الالقاب، الراجل نفسه مش خريج هندسه، وهو نفسه بيطلع وبيقول انا مش خريج هندسه يا جماعه، انا خدمه اجتماعيه. لكن هو كان عنده القدر من الاصرار والحماس ان هو يتعلم لغايه ما يبقى اسامه الزيرو اللي كلنا لغايه النهارده مبهورين بيه وبنسقف له. وده من الناس اللي انا فعلا بحبها وبحترمها وبقدرها، وتفكيره كويس وبرمجته كويسه، يعني حد كده يعني شخص جميل. الراجل ده مش خريج هندسه، فانت دلوقتي البرمجه مش حكر على المهندسين. يعني انت لو دلوقتي بتسمعني او انت دلوقتي بتسمعيني وانتم مش خريجين هندسه او مش بتدرسوا هندسه، برضه تقدروا تتعلموا برمجه. عندكم قنوات يوتيوب كتير بتعلم برمجه، وعندكم حاجات زي فري كود كامب ومصادر تانية كتير. صحيح، بالمناسبه اغلب المصادر اللي ذكرتها لك النهارده هحاول اوفرها لك تحت في وصف الفيديو، اللي هو الكلام اللي تحت الفيديو. حاول تبص عليه بصه، هتلاقي فيه كلام كتير جدا ان شاء الله هيفيدك. سادس مهاره معانا صديقي هي مهاره التسويق الالكتروني. كل الشركات النهارده صديقي بقت بتتسابق ان هي تقدر تظهر على السوشيال ميديا وان هي يكون ليها تواجد اونلاين. فانت النهارده لو اتعلمت مجال مهم زي التسويق الالكتروني هيكون ليك تواجد قوي جدا، لان الشركات عايزه تدور على مسوقين الكترونيين شاطرين جدا يسوقوا للشغل بتاعهم. فده مجال لو انت اتعلمته النهارده هيكون ليك يعني وجود وبقوه. وفي ادوات كتير جدا دلوقتي تقدر تساعدك في تعلم المهاره دي او الحاجه دي، زي اليوتيوب وكورسات مجانيه زي كورس مثلا دكتور تامر صلاح اللي انا كنت نزلته لكم قبل كده في الحلقات عندي كتير، هسيبه لك برده في وصف الفيديو ان شاء الله. ده كورس بيعلمك كل اساسيات التسويق الالكتروني اللي انت محتاج تعرفها وبشكل مجاني. وعندك ادوات بتساعدك زي جوجل ادز وجوجل كي وميتا بيزنس سوت وحاجات تانية كتير يا صديقي تقدر تساعدك وبقوه في مجال زي ده النهارده. فمستني ايه يعني؟ معلش يعني بعد كل الحاجات اللي بكلمك دي مستني تدخل المجالات اللي بكلمك فيها يا صديقي؟ قوم كده واتحرك. المهاره رقم 7 واخر مهاره معانا النهارده هي التصميم الجرافيك، وممكن نحط جنبها المونتاج. اتعلم ده او اتعلم ده، انك تقدر تعمل شغل جرافيك حلو في الصور او حتى بتدخل في الفيديوهات ساعات، او انك تقدر تعمل مونتاج للفيديوهات. ده مطلوب دلوقتي بشده. اي صانع محتوى النهارده محتاج مونتير شاطر او حد بيقدر يعمل صور مصغره كويسه، واي شركه النهارده محتاجه حد بيقدر يعمل لها فيديوهات احترافيه او يقدر يعمل لها بوسترات دعائيه تساعدها في الحملات الاعلانيه بتاعتها. اي بيزنس بيفتح النهارده محتاج يافطه، محتاج لوجو. كل الحاجات دي يقدر يعملها مصمم الجرافيك او يقدر يعملها المونتير. وعندك حاجات كتير تساعدك في مجال زي ده زي ادوبي فوتوشوب والستريتور، وبرده في تطبيقات على الموبايل تقدر تعمل بيها الكلام ده زي كانفا او كاب كات. ده غير بقى ان الفيديوهات التعليميه حدث ولا حرج. آلاف الفيديوهات على اليوتيوب بتعلمك بشكل مجاني سواء بالعربي او كمان بالانجليزي. يعني المجال متاح وفلوسه كويسه وادوات تعلمه سهله ومنتشره. انت مستني ايه؟ انا مش فاهم. يعني في النهايه كده يا صديقي لو ركزت على مهاره ولا اتنين من اللي اتكلمنا عنهم النهارده هتقدر تكسب فلوس. كل اللي انت محتاجه بجد انك تقوم وتجرب بنفسك. كفايه بقى يا صديقي انك تقعد تتفرج على فيديوهات واقعد اكلمك مره واثنين وثلاثه وبعد كده الاقيك جاي تسالني عن حاجات انا عملتها قبل كده. ده بيحصل لانك يا صديقي بتسمع مني وبتاخد شويه دوبامين وبتتشجع كده وبعد كده مش بتقوم تنفذ. فبطلب منك يا صديقي رجاء شخصي، حاول النهارده تسمع كلامي وتجرب اي حاجه من اللي كلمتك عنهم النهارده وشوف بنفسك الفرق. انا عايز اوصل لليوم اللي لما انزل فيه فيديو من الفيديوهات دي الاقيك تقول لي يا طارق انا خلاص مش محتاج اشوف الفيديوهات دي تاني، انا اشتغلت في المهاره دي اللي انت قلت لي عليها ودلوقتي بكسب منها فلوس، عايز بقى اعرف ازاي اتطور فيها مثلا. قوم يا صديقي واشتغل واسعى وربنا يعينك. وطبعا اياك تقفل الفيديو من غير ما تعمل لايك وتعمل سبسكرايب لان الجديد دايما مفيد. لو كملت الحلقه بقى لغايه النهايه انزل اكتب لي تمت بحمد الله عشان اعرف مين صحابنا الابطال اللي كملوا الحلقه لاخرها. ولو عندك طبعا اي سؤال او اي استفسار او اي حاجه عايز تتكلم عنها اكتب لي تحت في التعليقات وعناية الاثنين ليك يا صديقي. وبص على وصف الفيديو هسيب لك فيه كلام مهم. اتمنى في النهايه تكون الحلقه دي لطيفه وخفيفه وتكون اتبسطتم واستفدتم. كان معاكم طارق صادق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.